خلي بالك اهم حاجه لازم تجيبه من شركه ويسترن. النهارده ان شاء الله هنتكلم الوان الويسترن ديجيتال. فانت لو نازل تشتري هتشتري وهوريكم برضو دلوقتي شويه تاتشات كده بحيث تعرف ان هو جديد، مش ده تاريخ الصنع بتاعه. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله هيبقى كلامنا على الهارد ديسك درايف او الهارد الميكانيكي. وطبعا احنا زي ما قلنا احنا بنعمل سلسله لتجميع، في الاخر خالص هنجمع ان شاء الله التجميعه بتاعه القناه. وفي اخر حلقه تقريبا الحلقه ديت بتاعه الهارد اللي هتبقى الرابعه او الخامسه تقريبا يعني. فالمهم النهارده كلامنا على الهارد الميكانيكي. وانت طبعا بتعمل التجميعه لازم هتشتري هارد ميكانيكي لان الهرود الاس اس دي والام دوت 2 غاليه جدا. لكن النهارده معانا هارد ويسترن ديجيتال 2 تيرا بايت. احنا عارفين طبعا التيرا الواحده حوالي 1024 جيجا بايت، فاحنا كده يبقى الهارد اللي معانا 2048 جيجا بايت. الهارد اللي معانا طبعا لما تنزل في السوق هتلاقي كميات حاجات كتيره جدا. والجديد في ويسترن وسيجيت حتى ان هم بداوا ينزلوا هرود ملونه، يعني هارد ديسك درايف مثلا اخضر، الازرق، الاحمر، الاسود، البيربل. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله هنقول ايه الحاجه المميزه بتاعت كل واحد. وهنقول برضو السيجيت دلوقتي منزله بالاسامي، يعني منزله حاجه اسمها باراكودا، حاجه اسمها سكاي هوك، حاجه اسمها الولف، مش فاكر، في وولف فاير حاجه كده اهو، منزله بالاسامي مش بالالوان. النهارده ان شاء الله هنتكلم الاساسي على الوان الويسترن ديجيتال وايه المناسب ليه وتجيبه ازاي وازاي تختاره من وسط المجموعه اللي موجوده في السوق. طيب ايه الالوان اللي انت المفروض تجيبها؟ وقبل ما نقول على الالوان هقول لك طبعا انه في كذا ماركه حاليا في السوق، بس طبعا الاشهر حاجه واللي احنا عارفينها من زمان الويسترن ديجيتال والسيجيت. بس يعني السيجيت المفروض ان هو يعني ناقص في السوق، هتنزل تدور عليه. نزلت دورت عليه حوالي 3 ايام مش لاقي اي حاجه. فالمهم الويسترن ديجيتال طبعا منتشر لدرجه كبيره جدا في السوق. لما تنزل مثلا المولات، مول البستان، السراج مول، او حتى لو رحت سوق العصر اللي في مصر الجديده هتلاقي طبعا الويسترن مغرق الدنيا. طيب ايه هي الالوان مثلا؟ هنحاول ان احنا نطلعها في المكان دوت. اول حاجه معانا اللون الاخضر. اللون الاخضر طبعا ده بيبقى سرعته بطيئه جدا، او مش بطيئه يعني، ممكن لحد 5200، ممكن كمان سرعته تبقى 4000 وحاجه ار بي ام، 4800 حاجه زي كده. وده بيستخدم للتخزين بس، يعني مجرد ان انت تجيب اللون الاخضر ده تخزن عليه وتشيله، ما تسيبوش في الجهاز. طبعا مش هينفع تنزل عليه ويندوز لانه بطيء جدا. انما النوع الكومن اللي 90% من الناس بتجيبه واللي هو حتى مكتوب عليه للبي سي، يعني انا هوريكم دلوقتي، هنفك الهارد ده ونشوفه. النوع اللي للبي سي اللي هو النوع الازرق. النوع الازرق يتراوح ما بين 5400 او بيبدا من 5200 لفه او من 5200 ار بي ام لحد 7200 ار بي ام. وطبعا ال 7000 هتلاقيه اغلى شويه. اللي معانا دلوقتي 5400 ار بي ام. الكاش بتاعه 64 ميجا. وهوريكم برضو شويه تاتشات كده عشان تعرف ازاي تنقي الهارد السليم من الهارد لو كان معمول له يعني اعاده تصليح او حاجه زي كده، وبيبقى مكتوب عليه هنا فوق ان هو معمول له اعاده تصليح. تمام. بعد كده عندنا الهارد البلاك. البلاك طبعا يعتبر حتى من لونه بيدوا البلاك للحاجات العاليه، الحاجات اللي سرعتها اعلى. طبعا البلاك ده لحد 7200، بيبدا من 7200 لفه، كاشو 128 او حتى بيوصل ل 256. في نفس الوقت طبعا سعره عالي وبيتطلب متطلبات معينه في الجهاز. طبعا بدرجه حرارته اعلى شويه، بياخد كهرباء اعلى شويه. ده النسخه البلاك. فطبعا العادي بالنسبه لنا بما اننا احنا مش هنعمله ويندوز وهنعمله هارد ثانوي او هارد تاني، فهنجيب هارد مجرد للتخزين بس، يعني مجرد ان انت تخزن عليه. لكن اللي عليه الويندوز هيبقى هارد لا الا ام دوت 2 لا الا اس اس دي، الحاجات الكهربائيه الجديده. بعد كده عندنا الريد. الريد غالبا بيبقى للسيرفرات والحاجات اللي عايزه تشتغل 24 ساعه، اداؤه عالي، بيسحب كهرباء عاليه برضه في نفس الموضوع، لكن بيشتغل للشبكات والسيرفرات الكبيره. طبعا مساحاته لحد حاجات 8 او 6 تيرا. اللون البربل بعد كده. البربل ده بيستخدم برضه للضغط وكده، هو بيبقى شغال لمده 24 ساعه، بس بيشتغل كاميرات، يستحسن ان هو بيشتغل في الكاميرات. فانت لو نازل تشتري هتشتري الويسترن ديجيتال البلو ده الحاجه المناسبه. وتعالوا بينا نشوفوا شكله من جوه بعد ما نفتح العلبه. وخلي بالك اهم حاجه لازم تجيبه من شركه ويسترن، بيبقى عليه ضمان سنتين. ده طبعا من الوكيل الاصلي لشركه ويسترن. هتلاقي حاجات في السوق ما عليهاش ضمان خالص، فخلي بالك
من النقطه دي انه يكون عليه الضمان بتاعه، اشتريه من مكان يعني موثوق فيه. وهوريكم برضو دلوقتي شويه تاتشات كده بحيث تعرف ان هو جديد مش قديم. زي ما انتم شايفين ده شكل الهارد طبعا، وفي كذا شكل منه، في واحد ازرق خالص، في واحد بس هو ده الموديل اللي موجود دلوقتي. طيب اعرف منين وايه الحاجه اللي اتاكد منها؟ طبعا دلوقتي مش كاتبين عليه اي معلومات، يعني المفروض ده 5400 لفه، مش كاتبين عليه 5400 لفه. المفروض ان هو الكاش بتاعه 64 ميجا بايت بس برضو مش كاتبين عليه. بس تعالوا نشوف كده. بصوا هنا اهوت، هحاول اقربها لكم بس للكاميرا. ده تاريخ الصنع بتاعه، بصوا يعني اهو 15/6/2022. فده طبعا خلوا بالكم من النقطه دي مهمه جدا. بصوا حاولوا تقروا على الهارد، المعلومات اللي موجوده عليه ضروري جدا. فخلوا بالكم من النقطه ديت، دي نقطه مهمه جدا لازم تقرا. حاول طبعا لو لقيت بيانات تانية على الهارد يا ريت تقراها وتشوف. طبعا معظم اللي موجود في السوق ميد ان تايلاند، يعني ميد ان تايلاند او اسمبلد ان تايلاند. في نفس الوقت لازم تقرا التاريخ دوت اهو. بصوا هقربه لكم، حاول تقرا التاريخ اللي موجود عليه. وده شكل الهارد طبعا الميكانيكي، ده الموتور بتاعه. وزي ما احنا شايفين البورد دلوقتي بتاعت الهرود قلت. كان زمان الهارد، هوريكم برضو عندي هارد سيجيت قديم قوي 20 جيجا. البورده بمكان الهارد كله ومتحوط كله بحاجه زي الكاوتش كده. لكن زي ما انتم شايفين دلوقتي الهرود بالشكل دوت، لانه طبعا بيركب. هوريكم برضو طريقه التركيب بتاعه جوه الكيسه. هنعمل زي يعني طريقه تجميع كده سريعه للكيسه. طبعا دي الوان ويسترن ديجيتال، لكن بالنسبه لسيجيت ده كان موضوع تاني خالص. الجماعه بتوع سيجيت قال لك لا بقى احنا عايزين نبقى ناس مميزه شويه وهنعمل بقى بالاسامي، لكن برضو عاملين الوان. يعني حتى هتلاقي الالوان اللي موجوده او الاسامي اللي موجوده بتاعت سيجيت كلها بنفس الفكره، برضو اخضر وازرق واحمر. الاخضر اللي هو البراكودا، وده يعتبر الحاجه اللي بيستخدمها معظم الناس للتخزين برضو العادي. الاحمر هتلاقيه اسمه السكاي هوك تقريبا، او الفاير فوكس، الفوكس فاير حاجه كده اهو. فهم مسميين باسامي عندهم. طبعا اول حاجه البراكودا، بعد كده السكاي هوك، بعد كده في برضو عندهم حاجه تانية. بس المهم ان هم عاملينه باسامي عشان يبقوا مميزين شويه. طبعا لما تنزل السوق هتلاقي دوت وهتلاقي ده، بس السيجيت مختفي شويه او لازم تدور عليه عند ناس معينه. لكن الويسترن ديجيتال طبعا مغرق الاسواق وموجود في اماكن كتيره جدا. ولو رحت اي مول من المولات بتوعنا بتوع الكمبيوتر العادي هتلاقي مغرق طبعا الدنيا. في انواع تانية، في توشيبا وفي بس طبعا. تابعونا النهاية، اشتركوا في القناة وان شاء الله هتلاقوا اخر حلقة في القناة هتلاقوا التجميعة بتاعت القناة، وهنجمع كل اجزاء وهنبين كل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.